الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، نرحب بتلاميذنا الأعزاء مجددا في برنامج تعليمي جديد، ألا وهو برنامج البناء العلمي. وهذا البرنامج هو برنامج يؤهل المسلم عموما وطالب القرآن خصوصا إلى مدخل إلى علوم الشريعة، بحيث يأخذ مدخلا في كل فن، مدخل إلى علم الفقه، مدخل إلى النحو، إلى التفسير، إلى الأصول وغير ذلك من فنون الشريعة الإسلامية. وخطة هذا البرنامج في 3 مراحل، في كل مرحلة 3 فصول، في كل فصل 4 مواد تعليمية أو 4 متون. والمتن الأول والذي هو مدار الدراسة اليوم هو منظومة التوحيد والإيمان لشيخ عامر بهجت المدرس بالحرم النبوي. ونترككم الآن مع شيخنا الشيخ حسين حيدرة ليتحفنا في شرح هذا النظم الجزري اليسير. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ورضوانه. أما بعد، أبنائي الله، إخواني القادمين على هذه المدارس الطيبة المباركة، مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والنفع، وأن يوفقكم للقيام عليها حق قيامه. إنه من دواعي الفرح والسرور أن نجتمع بهذه الوجوه الطيبة النيرة في هذه الأمسية التي تعتبر بداية ومستهلا لهذا البرنامج العلمي، برنامج البناء العلمي، الذي نسأل الله عز وجل أن يكون راسخا ثابتا في الأرض، فرعه في الأرض، أو أصله ثابت في الأرض وفرعه في السماء، يؤتي أكله كل حين بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، قد سبق لنا وأن تدارسنا منظومات علمية، منها تحفة الأطفال ومنظومة الآداب للشيخ عامر بهجت حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. ونحن اليوم بإذن الله عز وجل أيضا نتناول منظومة جديدة لهذا الشيخ، وهي منظومة طيبة تعنى بالتوحيد والإيمان. والتوحيد والإيمان من أهم ما يجب على المتعلم للقرآن الكريم الإحاطة به. أكثر حاجة نحتاج إلى معرفتها ونحن نحفظ القرآن الكريم هو العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة الصحيحة هي التي تجعلنا نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا ونطبقه واقعا عمليا في حياتنا. وهذه المنظومة التي اخترنا أن تكون مستهلة هذا البرنامج العلمي في فصله الأول من مرحلته الأولى هي منظومة التوحيد والإيمان، وهي تتعلق بفن العقيدة. وثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاور. ونحن غلمان حزاور، كلمة جديدة، أي احفظوه. الحزور
هو الطفل الذي ناهز البلوغ، يعني كما راكم انتم. الطفل الذي بلغ أو ناهز البلوغ، يعني 10 سنين، قارب أن يصل إلى مصاف البالغين. 10 سنين، 11 عام، 12 عام. وأظن أن أغلبكم في مثل هذا السن، صح ولا لا؟ طيب، هذا الصحابي قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة فيعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. معي ليه؟ ماذا قال؟ قال: فتعلمنا الإيمان قبل ماذا؟ قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لأن القرآن الكريم هو أوسع كتب العقيدة وأولها على الإطلاق. ولو كان نقول لواحد منكم الآن يعطيني آية من القرآن الكريم تتحدث عن العقيدة، شكون يعطيني آية؟ شكون يعطيني آية تتحدث عن العقيدة أو تتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى، اللي هو موضوع يعني المنظومة التي سنشرحها اليوم بإذن الله تعالى. تفضل. أحسن. قل هو الله أحد. زيد. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الفلق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. زيدوا. الحمد لله رب العالمين. أنا أقول لكم حاجة، أي آية قريتها فهي توحيد لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: القرآن كله توحيد. القرآن كله توحيد، فهو إما في الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا هو أساس العقيدة التوحيد، أو في وصفه سبحانه وتعالى، ذكر أسمائه وصفاته، وهذا أيضا توحيد لله سبحانه وتعالى، أو في الإخبار أنه الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، وهذا توحيد الربوبية، أو في ذكر جزاء أوليائه الذين أطاعوه ووحدوه واتبعوا العقيدة الصحيحة في الدنيا والآخرة، وهذا يدخل في قصص الأنبياء ويدخل في ما أخبر الله عز وجل عنه عن الأمم السابقة وما إلى ذلك، وهذا في جزاء الموحدين، أو في ذكر عذاب وعقوبة من كفر وعصى الله سبحانه وتعالى وانحرف عن العقيدة الصحيحة، وهذا في ذكر جزاء وعقوبة من انحرف عن العقيدة الصحيحة. فالقرآن كله عقيدة وكله توحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نقرأ التوحيد ونقرأ العقيدة الصحيحة نستلذ القرآن، نجد للقرآن لذة. لماذا؟ لأننا نقف عند الآيات التي هي براهين للتوحيد. كاين آيات كثيرة هي براهين وأدلة وآيات عظيمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، لن نفهمها إلا إذا فهمنا قضية التوحيد والعقيدة فهما صحيحا. ولهذا اخترنا أن نبدأ في هذا الكتاب بماذا؟ أو في هذا البرنامج بهذا المتن الطيب المبارك، متن التوحيد والإيمان. كما جرت العادة أيها الأحبة الكرام، نقرأ الأبيات التي نريد شرحها ثم نستأنف شرحها بحول الله تعالى. يقول المصنف عليه حفظه الله وبارك فيه ومتعه بالصحة والعافية: أحمد من يفرد بالتوحيد. يلا اقرأوا معنا: أحمد من يفرد بالتوحيد. أحمد من يفرد بالتوحيد. سبحانه جل عن النديد. سبحانه جل عن النديد. أحمد من يفرد بالتوحيد. سبحانه جل عن النديد. أحمد من يفرد بالتوحيد. سبحانه جل عن النديد. مصليا على نبينا الذي قدم توحيد الإله ثم ذي. قدم توحيد الإله
منظومة التوحيد والإيمان منظومة التوحيد والإيمان يسهل حفظها على الصبيان. يسهل حفظها على الصبيان. إيماننا بستة أركان أيماننا بستة أركان يبنى فكن بها على استيقان. يبنى بها على استيقان لله والملائكة الكتب الرسل لله والملائكة الكتب الرسل واليوم الآخر وبالأقدار كل. واليوم الآخر والأقدار كل. فالله رب مالك وخالق مالك وخالق وآمر كونا وشرعا رازق. وآمن كونا وشرعا رازق. هذا ولا إله إلا الله هذا ولا إله إلا الله معبودنا بالحق لا سواه. معبودنا بالحق لا سواه. ومن لغيره العبادة صرف ومن لغيره العبادة صرف عمله يحبط والشرك اقترف. عمله يحبط والشرك اقترف. أسماؤه حسنى صفاته علا أسماؤنا سلام فلا تمثلا ولا تعطلا. فلا تمثلا ولا تعطلا. ثم الملائك عباد مكرم ثم الملائك عباد مكرم بما أتى بذكرهم نسلم. بما أتى بذكرهم نسلم. نحاول أن نقف بإذن الله عز وجل على معاني هذه الأبيات العشرة بحول الله تعالى، ولكن أول ما نبدأ به تعريف العقيدة التي هي مضمون هذا المتن الذي نتدارسه. تعريف العقيدة. اللي عنده دفتر يكتب الدفتر واللي ما عندهش دفتر هذا يمسح على الكتاب. نعم. قبل ذلك يمسح على قطيع. حاول تحتفظوا على المنظومات هذه والدفاتر يديروها في جهه لان قد تمتحنون فيها عن اختبار. المنظومه تحفظ وتجرون عليها امتحانا بحول الله تعالى. ديروا اولا تعريف العقيده. الف لغه الف لغه من العقد وهو الشد والربط. من العقد ألف لغة من العقد وهو الشد والربط. كما يقولوا درنا عقدة، يقولوا ولا ما يقولوا؟ يقولوا درنا عقدة. العقيدة مأخوذة من هذه العقدة. هذه العقدة صغيرة ولا مرقوفة؟ كلكم مرقوفة سموها عقدة أما سموهاش عقدة. ثم لازم نعقدها ونروح مع الشيء. ديروا عقدة ولا ما ديروش؟ وما نديروش عقدة. حسب ما تقعد ولا تطيح؟ العقدة معناتها هذا الشد والربط الذي يتميز بالقوة والإحكام. فهمنا؟ صح. عليه سموا العقيدة عقيدة، عليه سموا الدو على الدو هذا اللفظة هذه. عقد يعقد اعتقادا فهي عقيدة. يشد عليها ماذا؟ أحسنت. لأن المؤمن يشد بهذه المعاني العظيمة قلبه، كأنه يربط قلبه على هذه المعاني العظيمة التي تتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، واللي هي أصول الإيمان اللي نحطوها كمان. شنو أصول الإيمان؟ احنا قرينا باللي كاين أركان الإسلام 5: إقامة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه كيف تسمى؟ أركان الإسلام. وعندنا أخرى تسمى أصول الإيمان. أصول الإيمان هي العقيدة. أصول الإيمان هي العقيدة. الإيمان بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خير والقدر خيره وشره. هذه هي أصول العقيدة وهي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. واضح؟ إذن قلنا العقيدة لغة هي من العقل وهو الشد والربط. اصطلاحا أو شرعا. اصطلاحا هي التصديق الجازم هي التصديق الجازم الذي لا شك فيه. هي التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالله وملائكته وكتبه